طب لو حد بقى عايز ياخد بطريق السفر، حد عايز يسافر بقى يشتغل بره، ايه الحاجه اللي يعملها كويس؟ ياخد في باله ايه يعني؟ ده سؤال جيد، ده سؤال عمليه كده. ده سؤال جيد وغلط في نفس الوقت. عندنا عقدة ان انا لازم ابقى انا بس اللي في الصورة. هو طبعا يعني انا رأيي الشخصي ان مجال الكوميونتي فارماسي ده لازم كل الناس تعدي عليه. العالم كله مش بيشوف الصيدلي زي ما احنا شايفين نفسنا. يعني منظمة الصحة العالمية بتقول ان الصيدلي لازم يبقى 7 ستار فارماسيست. انا بعد بقى ما خلصت تدريب والحمد لله بقيت واقف في الصيدليه، بقيت الحمد لله مالي الشيفت كويس الحمد لله. هل انا اخر شيفت مانجر يعني؟ طب ماذا بعد؟ ففي تسلسل في تسلسل في حاجات كتيره جدا، لكن انت مش عايز تشوفها لان انت حاسس ان انت اخرك هنا. لا لا لا، انت ما تخسرش نفسك بس خالص. انا زي ما بقول لحضرتك، طب انا ادرس MBA ولا بورد ولا ماجستير؟ انت عايز توصل لفين علشان اقول لك الباثوي بتاعه. اهلا بيكم، معاكم شوقي ومعاكم صدق، وده فارماكاست. اهلا بيكم في فارماكاست. الحمد لله على السلامه، عوده حميده للسيزون الثاني. الحمد لله. اهلا بيكم في اول حلقه في سيزون 2 من فارماكاست. حلقتنا النهارده مهمه جدا عشان بنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا، وهو اشهر ممكن مجال بيخشوا اي صيدلي او اي طالب في صيدله بيفكر فيه، هو مجال الكوميونتي فارماسي. ضيفنا النهارده عنده خبره كبيره في مجال الكوميونتي فارماسي سواء في مصر او بره مصر، خبره كبيره في مجال تدريب الصيادله وتاهيلهم وتطويرهم على جميع الصعيده، يعني جميع المهارات. ضيفنا وضيفكم النهارده فارماسيوتيكال كونسلتنت دكتور مؤمن عطيه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا يا دكتور عبد الستار، واهلا يا دكتور شوقي. اهلا فارماكاست. اهلا بيك، شرفت يا جماعه والله. شرف ليك فعلا. الله يكرمك، شكرا. الاول خلينا نتعرف على حضرتك، بس قبل ما نتعرف على حضرتك ما تنسوش اللايك الفولو عملنا جامد السيزون الاولاني، كملوا دعمكم اللايك الشير الفولو سبسكرايب للقناه. زي الجرس مش مهم. لا ده مهم جدا، مهم جدا زي الجرس عشان ما تفوتكوش اي حلقه جايه. ما تنسوش كمان انكم تقدروا تسمعوا الحلقه على سبوتيفاي وجوجل بودكاست وابل بودكاست لو مش عايزين يعني تتفرجوا على اليوتيوب، وكمان تقدروا تتابعونا او يعني يا ريت تتابعونا على فيسبوك وتويتر وانستجرام وهكذا. حلو هناك يعني، هتلاقوا اللينكات كلها تحت. لذيذ. بس فعرفنا كده الاول على حضرتك، تجربتك من اول التخرج كده لحد دلوقتي ماشي ازاي؟ طيب بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاول انا اسمي مؤمن عطيه. مؤمن عطيه خريج جامعه الازهر دفعه 2008. اتخرجت 2008، اشتغلت كوميونتي فارماسيست هنا في اسكندريه. بعد كده دخلت الجيش برضه في اسكندريه، فحاولت ان انا ما اضيعش وقت الجيش وكده. فاثناء السنه بتاعت الجيش اخدت دبلومه كيمياء حيوي وتحاليل حلو من جامعه المنوفيه. بعدها اتخرجت اشتغلت برضه في اسكندريه هنا، وبعدين سافرت اشتغلت كوميونتي فارماسيست في السعوديه في سلسله صيدليات الدواء. سافرت 2010، جيت من 2011 كده بدات بقى ايه، طب يا جماعه استغل الوقت ازاي؟ انا عايز I want to develop myself يعني، فعايز برضه ما بحبش اضيع الوقت يعني. ايه اللي ممكن استغله وانا هنا؟ دبلومات او ماجستير او كده. فقالوا في حاجه اسمها البورد الامريكي، كان لسه طالع جديد، كان لسه اللي واخدينه في مصر كلها تقريبا 10 او حاجه يعني، لسه ما حدش عارفه قوي يعني. فهستفيد منه ايه؟ بدات اسرش عنه، ابحث، اسال الكلام من ده. قلت خلاص قررت ان انا هاخد البورد الامريكي، هستفيد منه علميا كويس، وهحاول ان انا اطبق ده في مجال الكوميونتي فارماسي. فدخلت اول سنه الامتحان في 2011، سقطت الحمد لله. تمام. بجد لظروف يعني، كان فرحي بعد الامتحان باسبوع. طبعا نجحت في حاجه ثانيه. جيت دخلت السنه الثانيه، او كانت شبكتي بالظبط يعني. دخلت السنه الثانيه الامتحان، سقطت برضو. الفرح بقى عشان كان الفرح بجد حقيقي. انا كنت يعني طب يا دكتور شفت الفرح يعني كنت مش مستعد. وكان في نقطه ثانيه مهمه، كان ايامها مفيش انتشار للسوشيال ميديا، ما كانش فيه معلومات عن الامتحان. دلوقتي اي حد بيقدر، دلوقتي كل الناس بتاخد البورد وسناتر وحاجات كده. ايامها انا ما كانش فيه الكلام ده. فانا قلت ايه يعني البورد الامريكي انا هيكون اصعب من الكليه؟ فايه قمت منقي كام شابتر خفيف كده وقعدت اقراهم وكلام من ده، وقلت ايه هدخل. دخلت طبعا لقيت الدنيا ضلمه خالص، امتحانات اسئله غريبه مش متعود عليها، كيسز محمد اتجوز سيده وخلفه مش عارف ايه.
اذكر اسم الدكتور اللي ولدها، حاجات عجيبه كده يعني. فانا اتصدمت طبعا وانا مش مستعد للمذاكره بالمنظر ده والفرح والحاجات. فالحمد لله يعني سقطت تاني مره، فخلاص بقى انا كده يا جماعه اتجوزت وبتاع، فاضي بقى خلاص بقى وخدت خبره بقى، انا سقيت فلازم اذاكر يعني او انجح وكده. دخلت السنه الثالثه الحمد لله سقطت برضو. على فكره انا بفتخر انا بفتخر بالرحله دي جدا على فكره، بحبها جدا. سقطت ليه بقى؟ الامتحان كان كل سنه مره واحده في السنه في شهر 10، فربنا رزقني بمولود في شهر 5 الحمد لله رب العالمين توفى. فكنت انا بقى في حاله نفسيه يعني سيئه جدا. فطبعا خلاص قررت ان انا هوقف حياتي يعني، خلاص بقى دخلت في ديبريشن صعب يعني والموضوع صعب. جه طبعا بعض الزملاء الله يحفظهم يعني ايه شجعوني وموتيفيشن وبتاع. دي بقى فايده الصحبه الصالحه في النقطه دي. موتيفيشن لازم تشتغل، لازم ترجع، ما ينفعش كده. فقلت خلاص لسه باقي 4 شهور على الامتحان وانا عندي خبره كويسه، فايه يلا بينا بدأت أذاكر تاني. ربنا رزقني برضو بمولود تاني، فالحمد لله مات قبل الامتحان بأسبوع التاني. فقلت بقى كده أنا إيه يعني مش علامة، شكلها علامة. دي علامة يا مارد كده في حاجة مش كويسة. بس أنا يعني أسوأ حاجة في حياتي إن أنا أنكسر قدام نفسي، مش أنكسر، مش مشكلة. أنت عارف قدراتك، عارف أنت ممكن تعمل إيه يعني. انا ما يهمنيش ان انا اي حد يشوفني كويس او وحش، لكن انا قدام نفسي ما ينفعش اشوف ان انا يعني اي كان دو ات. حتى انا كنت اول واحد عمل جروب على الفيسبوك لمذاكره البورد وكده، كنا مسمينه وي كان دو ات. فكان يعني هو ده عمل خرج كل الناس الاوائل بتوع البورد دلوقتي. دخلت المره الثالثه سقطت طبعا لان انا ما كنتش جاهز نفسيا. لا خالص، انا كنت رايح الامتحان بعيط يعني مش. دخلت السنه الرابعه جبت تقريبا سكور من اعلى السكورز في الجمهوريه الحمد لله، ويعني تمام في 2014 بقى. فكنت يعني كده تمام زي الفل الحمد لله رب العالمين. فجاء بقى قرار وعدلتها بماجستير صيدله كلينيكيه 2015 مجلس اعلى للجامعات. بعد كده بقى ربنا رزقني باسيل بقى، فحسيت ان انا اتعودت وكده. بعد كده بقى ذاكرت تي او تي وكده، تريننج اوف ترينرز. انا كان حلم حياتي اصلا ان انا ابقى معيد في الكليه، لان بحب حوار التدريس عارف انت الحاجات دي، بحب كده. بحب القصه دي جدا يعني. المعلومه نفس الشيء ممتع. ما انا كان مش عند اي حد برضه يعني. انا بحبها جدا يعني. انا لما بقى انزل من على الستيج كده بحس ان انا يعني واخد يعني كل المكيفات اللي املك العالم. دلوقتي حقيقي. فبعدين بقى بدات ان انا عايز اعمل حاجه جديده بقى يعني. انا عايز الساينس او النوليدج اللي انا اخدتها دي ان انا اطبقها في البراكتس بتاعي في الصيدليات. فايامنا اول ما اتخرجنا كان لسه هو الصيدلي في العموم الكوميونتي فارماسيست هو هات بنادول خد بنادول، هات كونكور خد كونكور، بس يعني هو مش كانش فيه بقى لا الدنيا ولا الكلام يعني. الدنيا ما كانتش مفتوحه قوي بالشكل ده. طبعا كنت انا في السعوديه، الدنيا في الخليج مفتوحه بشكل كبير. كانت شركه الدواء بتساعدنا في حاجه زي كده، ان انت لو عندك افكار حاول تطرحها. بدات ان انا اخد المعلومه الساينتفك الهارد دي ونحاول نطلع منها سيلز، نحاول نطلع منها يا جماعه انتوا لو طبقتوا المعلومه دي بالشكل ده هتفرق في الكاستمر ساتسفاكشن، هتفرق في الشركه، هتفرق مع الناس، هتفرق مع العملاء، هتفرق في السيلز بالشكل الفلاني. طب ورينا. بدانا نعمل بروجكت عمل ضجه كبيره، عملنا بروجكت تاني بقى عمل ضجه اكبر، وهكذا. ده كان حاجه فعاليه مثلا اكتيفيتي منك، بيرسونال اكتيفيتي. فبدا الموضوع يسمع كويس. خلوني عملت كوميتي ساينتفك كوميتي لتدريب وتطوير الصيادله برضه فور فري، لتدريب وتطوير الصيادله، وان احنا نعمل اسسمنت للصيادله ونعمل بروجكتس ونشوف الايه. كان سنه كام الكلام ده؟ كان بدا سنه 2014 تقريبا بعد ما خدت البورد على طول. الحمد لله اسمك بدا يسمع كتير في الشركه كلها. بدات مناطق كتيره تحاول تطبق المشروع، بدا يبقى كويس. بدا يبقى في اجتماعات على اعلى مستوى في الشركه. كان في الخليج لسه يسمع في الشركه كلها. بدات البروجكتس تطبق على مستوى الشركه بشكل كبير. فضلنا بقى على كده نعمل بروجكتات في كل حاجه. بدانا نعمل فود سبلمنت بروجكت، كوزموسيوتيكال بروجكت، ديفايسز بروجكت، حاجات كتيره جدا عملت بيج جامبين. الكلام ده لحد بقى سنه 2018 تقريبا. بعد كده جت الشركه عملت تايتل جديد اسمه كونسلتنت فارماسيست. عملوا حاجه اسمها هيلثي كورنر، صيدلي استشاري بيقعد فيها، بيبقى وظيفته ان الحالات
اللي هي تكون صعبه على الصيدلي العادي او محتاجه مور ديتيلز او محتاجه كونسلنج اعلى او ادق او كده، يحولوا على الكونسلتنت فارماسيست. اوكي. فمسكت انا عملت انا الكونسلتنت فارماسيست ده اول واحد، الكلام ده لحد تقريبا 2019 او نص 2019. بعد كده الشركه كبرت بشكل كبير، فبداوا عملوا حاجه اسمها دايابيتك كلينيك فارماسيست، عملوا عياده سكر للصيدلي. كنت انا برضو اول واحد عملها وقعدت فيها بشكل كبير. ده كان جزء من الصيدليه برضه. برضه هيلثي كورنر كده، بس يعني متخصص في السكر بقى. فالحمد لله عملنا برضه شغل كبير. طبعا في خلال الفتره دي كلها كنت انا بقى دايما بتتعلم، بتطور من نفسك، لسه بقى عايز ادخل مجال التدريب جديد، فكنت بدي محاضرات كتير للصيادله، فبانجح وافشل وانجح وافشل واتعلم واديفلوب ماي سيلف لحد سنه 2020 قررت ان انا هنزل مصر نهائي. ناس كتيره عرضت القرار ده طبعا. بتعمل ايه؟ انا كنت لسه هقول كده. ايه اللي انت بتعمله ده؟ فانا دايما انا شايف طريقي كويس، ماليش دعوه بحد، يعني انا عارف انا هعمل ايه، ومتعود على الصدمات طول عمري. انا سقطت 3 مرات قبل كده. خلينا برضه خلينا بعد ما حضرتك تكمل نرجع للنقطه دي، نشوف يعني كان ايه برضه الموتيفيشن او الحافز اللي خلاك. الحافز بيرسونال موتيفيشن، محدش يحفزك اكتر من نفسك في حياتك كلها. ده درس لازم تتعلمه كويس. كان ايه الهدف طب انك تنقل بقى التجربه دي لمصر؟ كان ايه الهدف؟ ان انا عايز انقل التجربه مصر، وعايز اطلع من اطار ان انا موظف في شركه ايا كان هي حتى لو كبيره، لان انا ابحر بسفينتي الخاصه. رائع. فنزلت، كان طبعا الحمد لله اسمي بدا يسمع على السوشيال ميديا والكلام ده. فطبعا انا بقى مؤمن عطيه نازل مصر بقى، فانا يعني واثق بقى واخد دفعه كبيره. مؤمن نازل مصر. انا يعني انا انا هقعد كده وهستنى العروض تجيلي، بس انا لا، هستنى شويه كده اخد ريست. كان ايامها الكورونا، نزلت على كورونا اصلا. قلت اريح شهرين كده ولا حاجه، وبعدين بقى يعني اشوف احسن اوفر كده واختار بين الناس. طبعا ده تاني الم او ثالث او الم كبير اخدته في حياتي، وده برضه درس مهم جدا. انت ما تتغرش في نفسك ابدا، وانت دايما مش كويس. انت دايما مش كويس، دايما في امكانيه للتطوير، انت دايما مش كويس. فانا اتفاجئت ان انا تمين ما حدش انت ولا حاجه. ده بعد بورد امريكا ولا حاجه، واسمك معروف. وصلت فين؟ واسمك معروف وكده. نوت جود انف، لان انت هو ربنا بيحاول يعلمك طبعا لازم ان انت لا، انت لازم فبدات احسن اوفر جالي. واحد قال لي انا ممكن اتوسط لك انك تمسك شيفت مانجر في صيدليه وبعد كده نشوف. فطبعا انا كنت انا طبعا طول الفتره دي ما حوشتش فلوس في الخليج، ما حوشتش خالص. دي انا كنت على طول بصرف فلوسي على نفسي. ده برضه درس مهم جدا نتعلمه، ان انت اكتر واحد او اهم واحد تصرف عليه هو انت. وكل جنيه هتصرفه على دماغك هيرجع لك تاني. والدرس ده اتقال لي زمان ما كنتش مصدق الكلام. نزلت طبعا معيش فلوس، بيتي هيقف، الاطفال منين بيود على فين، مش عارف اعمل ايه. شمرت دراعي وسيبنا بقى لا تدريب ولا شغف ولا بتاع. الشغف ده بعد ما يعني تاخد بالك من نفسك. قلت لزوجتي بقى انا لازم ندور على صيدليه. معيش فلوس اشتري صيدليه، قلت هاجر صيدليه صغيره كده على قدي وكلام من ده، وابدا فيها لحد ما اشوف الدنيا فيها ايه. الحمد لله اجرت صيدليه. طبعا الايجار كان عالي شويه عليا، وطبعا انا مش عارف اي حاجه في مصر. انا ماشي من 10 سنين مش فاكر اسامي اي ادويه او كده. فتحت بقى الصيدليه وقلت بقى انا اللي هعيش فيها. كنت انا بفتح من 9 الصبح لحد 1 بالليل. انا المعامل وانا المساعد وانا اللي بكنس وانا اللي بمسح وانا اللي بنظف الرفوف وانا بعمل كل حاجه. انا كل حاجه في كل حاجه لمده سنه كامله. بنزل من 9 الصبح برجع 1 بالليل. انا بس لحد ما اخدت خبره كبيره جدا عن السوق. بدات بقى ادور على حاجه بس مش اندر ستريس بقى، مش خايف على بيتي يقع او كده. يعني بيتي ماشي يعني بيتي ماشي خلاص. فدي برضو درس مهم جدا، ان انت تشوف البرايورتيز فين وتبدا ويبقى عندك دايما بلان بي، ان انت ما توقفش. شفت بقى صيدليه تانية، بدات اشوف صيدلي معايا وبدات اقسم نفسي بين الصيدليتين. بعدين جبت ناس، بدات سوبرفايز الاثنين. بدات اريبراند ماي سيلف تاني على السوشيال ميديا. بدات تجي لي عروض التدريب. بدات ان انا خلاص في ناس شايله الصيدليات وانا مطمن عادي. انا دلوقتي بدات ادخل شويه شويه في سوق التدريب. جات لي اخدت صيدليه ثالثه الحمد لله فشلت، ما نجحتش، فقفلتها برضو كده. بعد كده
ربنا كرم اخدنا صيدليه ثالثه الحمد لله، بيج جامب كويسه جدا جدا. خلاص الدنيا بدات تبقى ستابلايزد، بدا الاسم يسمع اكتر في موضوع التدريب. بدات اشتغل تدريب اونلاين بره مصر، سلاسل في السعوديه وفي البحرين وكده. بدا يجي لي كونتراكتس مع شركات مالتي ناشونال بندي تدريب بره مصر، وبدا شركات مالتي ناشونال جوه مصر هنا. مسكت تدريب لكذا سلسله هنا في مصر. في الكوميونتي خلاص جبت جبته بقى كله كده من بين سلاسل صيادله عاديين. بكره عندي تدريب لصيادله مسافرين ليبيا. ايوه الموضوع بقى الموضوع بيتطرق لحته ثانيه. يعني احنا دلوقتي بنبريفير لبروجرام ان احنا ندرب الاطباء على السيلينج سكيلز، ودي حاجه جديده جدا، على السيلينج سكيلز والكوميونيكيشن سكيلز. انت مش متخيل. انا مش متخيل دكتور يبيع. لا هو للاسف احنا كلنا بنبيع، بس انت بتبيع بضاعه لكن هو بيبيع سيرفيس. اوكي. فاهم ازاي؟ احنا كلنا بنبيع، بس هي الفكره ان انت مش عارف برودكت مختلف. خالص. فده هيبقى بيج جامب. انا هخلص معاكم، هطلع دلوقتي نعمل ميتنج نحط البلان بتاعتنا. الحمد لله بدات تمشي. فزي ما حضرتك بتقول كده جبتها بقى ايه. طب بيزد اون ذس هيوج اكسبيرينس، يعني ما شاء الله بره وجوه اكتر من حاجه. تعريف الكوميونتي فارماسي، يعني عشان الكوميونتي فارماسيست المفروض الصح بتاعه، هل الصح بتاعه اللي احنا بنشوفه في مصر اللي هو روشته الدواء، طب ارجع للدكتور اساله عن الدواء مثلا او حاجه؟ ما هو نرجع للدكتور اساله للدواء، دي حاجه جميله جدا، مش حاجه وحشه زي ما الناس معتقده. الناس معتقده ان انا لما ارجع للدكتور دي اهانه ليا. ده مش اهانه ليك خالص. هي المشكله ان احنا دايما عندنا عقده ان انا لازم ابقى انا بس اللي في الصوره. فهو كل واحد، لا، اذا ما كنتش انا اللي في الصوره هبقى انا اوحش واحد، وده مش حقيقي. انا دايما بضرب للناس مثال وبقول ان دايما القطاع الطبي عامه عامل زي الطياره. الركاب مش بيشوفوا غير الكابتن، هم معتقدين ان الكابتن هو كل حاجه، في حين ان المهندس اللي بيربط المسامير وبيشيك على الطياره قبل ما تطلع دوره اهم اصلا من الكابتن، ومحدش يشوفه ولا يعرف اسمه اصلا. تمام. فالممرضه ممكن دورها اهم كتير جدا من الدكتور، بس هي الناس مش شايفه غير الدكتور. انت في الصيدليه في ناس كتير جدا شغاله وراك ومش متشافه اصلا، بيخدموا المريض. يعني الشركه اللي انت بتشتري منها، التليسيلز اللي بياخد منك الاوردرات، التوزيع، العامل اللي بيوصل لك، كل دول سايكل كبيره جدا. الناس معتقده ان هو ملوش دور. طب تخيل كل ده وقف، واحد مش كله ده بس ولا حاجه، المريض مش هيوصل له الدواء. بس هي المشكله ان الناس مش شايفه غير الصيدلي، فانت معتقد ان علشان هو في الوش هو كل حاجه. لا، هو مش كل حاجه. فهو احنا عندنا عقده بس صغيره كده ان ايه، ان الدكتور هو انا وحش. لا، ما انت مش وحش، انت مش شايف دورك بس. لو احنا قلنا مثلا اهم 5 مهام بيعملها الصيدلي واللي لو ما عملهاش نقدر نقول لا انت كده مش صيدلي 100%. طيب احنا نقدر نقول ان بالبلدي كده كنا بيقولوا لنا في الكليه الصيدلي هو خط الدفاع الاول وخط الدفاع الاخير. تمام. خط الدفاع الاول عن المريض، وده لو هو ما عملش دايركشن كويس للبيشنت، البيشنت هيلف كتير جدا وهيكونسيوم تايم كبير جدا وهيكونسيوم لف على دكاتره كبير جدا. وممكن الحاله تسوء اصلا في اللف على الدكاتره، هو مش عارف يروح فين. بالظبط، صح، هو مش عارف، وهو اخر خط دفاع عن المريض. يعني لو الحاله عدت منه محدش هينقذه. دي شفناها طبعا في امثله كتير جدا، يعني نستفيد في البحث عنها. اصل الدكتور ده انسان زيه زيك، هو وارد جدا انه يغلط، هو اندر ستريس، هو ممكن مطبق، ما نامش، مش واخد باله في مشاكل، حاجات كتير جدا ممكن مش خطأ منه، هو سهوا، هو ما خدش باله، هو مش متذكر. الاكسكيوشن في ايد الصيدلي بس. انت اللي عدى منك خلاص بقى كده، انت مريض حد بعدي خلاص. محدش هينقذه بعدك. ده بالنسبه للتعريف اللي بالبلدي. لكن لو جينا بقى نتكلم يعني ديبلي شويه، العالم كله مش بيشوف الصيدلي زي ما احنا شايفين نفسنا. يعني منظمه الصحه العالميه بتقول ان الصيدلي لازم يبقى 7 ستار فارماسيست. واي حد دلوقتي ممكن بيتفرج على البودكاست ده يقدر يكتب بس على جوجل 7 ستار فارماسيست، هيلاقي ان منظمه الصحه العالميه بتقول ان الصيدلي لازم يبقى 7 ستار فارماسيست. كان الاول 5 ستار فارماسيست، ريسنتلي خلوها 7 ستار فارماسيست. ان هو لازم يبقى لايف لونج ليرنر، لازم يبقى تيتشر، لازم يكون ريسيرشر، لازم يكون هيلث كير بروفايدر، حاجات كتيره كده. ان هو لازم كلها بتدور في ان هو لازم دايما يطور من نفسه، يعلم المريض،
يحافظ على المريض، يتواصل مع الدكتور لتقديم افضل خدمه صحيه، وانه يطور نفسه باستمرار علشان يبقى ماتشد مع المنظومه الصحيه ككل. يعني انا اول ما اتخرجت ما كانش في اي ادويه سكر في السوق غير الميتفورمين والسلفونيل يوريا، الاماريل والدايميكرون، الحاجات دي. وكان ممكن تقريبا طالع الاكتوس والحاجات اللي هي الجديده دي وقتها. دلوقتي طلع عائلات كتيره جدا من السكر، دي بي 4 انهبيتورز وحاجات كل سنه حاجات كتيره بتطلع. فلو انت مش عارفها، ايامنا كان كل علاج فيروس سي كان عباره عن الانترفيرون. كان الناس حتى بيروحوا الصيدليات ياخدوا الانترفيرون في بطنهم، وكانت نسبه النجاح في التريتمنت بتكون 50 ل 60%. دلوقتي طلع الحاجات الكتيره كلها الانتي فيرال اللي هي بتاعت الفيروس سي، زي السوفالدي والهارفوني وحاجات كتيره جدا طلعت بعد كده، بتوصل نسبه التريتمنت فيها والشفاء فيها ل 99.5%. كل ده جديد. لو الصيدلي مش ابديتد بالكلام ده انت واقف عند الانترفيرون هناك بالظبط. بل ان انت لو صيدلي دي حقيقه. فلا الصيدلي ليه دور كبير جدا، اكبر من ان هو هات بنادول وخد بنادول والكلام ده. كان زمان هي الصيدليه شويه دواء وخلاص. دلوقتي لا، بقت الصيدليه كبيره، فيها اقسام كتيره جدا، فيها بيبي سيكشن، فيها كوزموسيوتكس سيكشن، فيها طبعا الاو تي سي بيتوسع فيها. البيشنت نفسه بقى عنده ثقه في الصيدلي اكبر، عكس ما الناس معتقده ان هو بيسالك استفسارات كتيره جدا وبيسال في ديتيلز. المريض بقى هايلي اديوكيتد. كان الاول ما بيعرفش، دلوقتي بيدخل يبحث على النت، وهو اصلا عنده بيسمع كتير تلفزيون، عنده داتا كتيره جدا في مخه، وهو داخل مذاكر قبلك. فلو انت ما كنتش يعني تقدر ترد على كل حاجه مش هيبقى مش هيشوفك كده يعني خالص يعني. انا مش محتاج ان هو يشوفني، انا محتاج ان انا اقدم له المعلومه الصح. برضو النقطه دي مهمه جدا. انا مش بعمل كده عشان يشوفني كويس، انا مش عايزه يشوفني كويس او وحش. هو الهدف مش بيرسونال جين اكيد. انا مش هدفي ان انا الناس تشوفني وانا بربط مسامير الطياره. انا ماليش دعوه باللي بيشوفني، انا لازم اربط المسامير كويس عشان الطياره ما تقعش. فانا ماليش دعوه بيشوفني ايه. بيشوفني بياع، بيشوفني ببيع جل، بيشوفني ببيع بامبرز، بيشوفني عالم، مش فارق معايا نظرته قد ما فارق معايا ان انا انقذه، وان انا اقدم له الكومبليت كاستمر كير بغض النظر ان انا اعمل لمصلحته. فلذلك حتى انا الفريق معايا بعلمه، بقول له اي واحد يدخل لك لازم يطلع بمعلومه جديده، ولازم تحسسه ان انت خايف عليه وتكون فعلا خايف عليه. مش بتحسسه انك خايف عليه عشان تبيع له، لا، علشان انت فعلا خايف عليه لان هو مش عارف مصلحته. اكيد ايوه صح، ده حقيقي. فدي نقطه مهمه جدا. طب انا عشان اكون يعني كوميونتي فارماسيست شاطر، لو انا لسه مثلا بدرس في الكليه او لسه متخرج جديد او حاجه وعايز ادخل مجال الكوميونتي كويس، المفروض مثلا اذاكر ايه؟ هل الكليه لوحدها كفايه مثلا، ولا المفروض ان انا احنا قلنا خلاص يبقى 7 ستار فلايف لونج ليرنر، اكيد كفايه مش الكليه؟ صحيح. المفروض اعمل ايه؟ المفروض اروح فين؟ المفروض اعمل ايه؟ هو حضرتك اتكلمت في اكتر من دايركشن. انا طالب في الكليه ولا انا متخرج؟ يعني تمام. في الغالب الناس بس في طبقه كتير وفي نقطه حضرتك بتقولها، لو انا عاوز ادخل مجال الكوميونتي فارماسي، هو طبعا يعني انا رايي الشخصي ان مجال الكوميونتي فارماسي ده لازم كل الناس تعدي عليه. اي حد هيشتغل في اي فيلد من الفيلدز الكتيره جدا بتاعت الصيدله بدون ما يمر على مجال الكوميونتي فارماسيست مش هيبقى ناجح بشكل كبير. لازم هو ده الكليه يعني انت ده الكليه بعد الكليه. بعد كده بقى ادخل ريسيرش، بعد كده ادخل ميديكال ريب، ادخل مصانع، ادخل اي مجال، لازم تعدي على الكوميونتي لازم. فلو انا عايز ادخل مجال الكوميونتي، لا انت لازم تدخل مجال الكوميونتي. ده برضه رايي الشخصي. طبعا الكلام اللي انا بقوله كله في البودكاست ده هيبقى يعني بيرسونال اكسبيرينس، يعني انت مش مضطر انك تاخد بيه خالص. انا بنقل لك الاكسبيرينس وانت اتس اب تو يو، ممكن تختار طريقك وتحاول تبيلد يور اون اكسبيرينس. فانا رايي الشخصي ان انت لازم تمر على مجال الكوميونتي. طيب انت تبدا من اولى كليه، لازم تبدا من اولى كليه تنزل الصيدليه. تمام. طالع يعني ضجه كبيره دلوقتي من الصيادله ان انا عايز اتمرن واخد فلوس. لا، انت لازم تتمرن وتتمرمط كويس في الصيدليات وتتعلم وتتعب كتير علشان تاخد فرصه جيده او تقلل يعني المسافات كتير بعد ما تتخرج. فانت لازم تنزل الصيدليه تتمرن،
ال5 سنين كاملين، ودي نقطه مهمه جدا. لو قدرت تشتغل كويس، ما قدرتش خلاص انزل اتمرن. طيب هنا هنلاقي بيواجه الصيدلي مشكله ان في صيادله كتير مش بيرضوا يمرنوا الناس. تمام، يعني تراي، حاول حتى لو مكان بعيد عليك، حتى لو كده. اكيد مش كل الناس بتوقف تدريب، لكن في ناس كتيره بتوافق. هي مشكله الناس مع الصيدلي اللي بيتمرن ان هم بيحسوا ان هو عبء على المكان، يعني بيبقى عامل زحمه، بيقعد يستفسر كلام لا. يعني انت حاول تسال في اوقات تكون الدنيا هاديه فيها، حاول ما تسالش بنفسك ودي ممكن نتكلم فيها ازاي اتمرن، ودي طبعا يعني هي تاخد وقت كبير. ولكن خلينا نقول الاول ان احنا نبدا نتمرن. نيفر تتعلم من المساعد خالص، نيفر اي حاجه خالص. اتعلم منه حاجه واحده بس، اماكن الادويه، لكن نيفر تساله على اي معلومه. انا في مره وانا في تانية كليه او في اولى كليه حاجه كده، اولى بعد اعدادي، ايام كان في اعدادي. كنت انا في البلد وبنت، كنا في حاله عزا وكده، بنت قريبتنا شربت كلور، بسرعه الحقوا نعمل ايه، فوسعوا الدكتور موجود. الدكتور جه، تعالى يا دكتور ممكن نشوف لنا البنت. الدكتور بقى داخل، تعالي عملت ايه، شربت شويه كلور وبتاع، وسعوا لي. انت حاسه بايه؟ عندي اسهال. ايه بتاع الاسهال؟ كان الواحد علمني مساعد كان يعني مش صيدلي، ان الاستريبتوكين بتاع الاسهال، قمت مديلها ستريبتوكين. يا ساتر. وانا كده بقت كويسه. انا معتقد انها بقت كويسه. شربوها لبن يا جماعه والكلام ده، وربنا سترها مع البنت. بس انا كنت يعني جاهل طبعا، واتعلمت من انسان مش متعلم يعني. المعلومه ما كانتش صحيحه خالص، المعلومه غلط طبعا. انت ما كانش عندك اصلا، ما عنديش. انا بفتي وانا مش يعني عارف حاجه، بس انا برضه انا الدكتور وبتاع، فده غلط. برضه دي نقطه برضه كريتيكال قوي بالنسبه للصيدله بالذات، انه بحر معلومات الصيدله كبير قوي قوي قوي. ايوه يعني انت كل ما بتزيد عندك معلومه انت مش عارف ايه اللي ناقص. صحيح. وبعدين انت بتستعجل. انا لسه في اولى كليه، انا لسه اصلا ما طلعليش كارنيه كليه، فبس انا اسمي دكتور، فانا عايز احس ان انا دكتور. هو مش حاجه اسمها كده. تمام. المهم ان انت تتمرن. فكانت المعلومه انا اتعلمتها من مساعد ان ده بتاع اسهال، ولما يجي لك حاله اسهال مش عارف ايه كده، فده طبعا غلط. فانت ما تتعلمش حاجه من مساعد. ده فتره ال5 سنين. بعد كده تبدا تنزل الصيدليه، تراي تو ديفلوب يور سيلف على طول. طيب الصيدلي بيطور نفسه في ايه؟ بعض الناس معتقده ان انا اطور نفسي علميا بس. لا، انت لازم بتطور نفسك، او اي مكان علشان يشغلك بيطور نفسه او بيسالك او بيقيس عندك 3 حاجات بيسموها KSA: knowledge وسكيلز واتيتيود. knowledge اللي هي scientific knowledge، والسكيلز بتاعتك مهارتك في تطبيق النوليدج دي، مهارتك البيعيه، مهارتك في الكوميونيكيشن، مهارتك في الاداره، مهارتك في المشتريات، مهارتك في حاجات كتيره جدا. والاتيتيود بتاعك، ان انت موتيفيتد ولا انت مدبرس ولا انت يا عم الناس المقرفه اللي داخله لنا الصيدليه دي، داخل متقدر داخل متقدر، والزبون داخل يضايقني، والزبون داخل مكشر في وشي. لان هو اصلا طبيعي ان الزبون يدخل او العميل او المريض يدخل مكشر، اصلا ده الطبيعي. المريض يعني المريض وعيان المتردد على الصيدليه هو الطبيعي ان هو يبقى متضايق. هو ربنا، احنا يا جماعه حاجه ما تزعلناش، هو ربنا خلقنا كده، احنا شغلتنا لا، احنا بنتعامل مع الناس المتضايقه. هو ده طبيعي. طب ليه هو متضايق؟ لسببين اساسيين. لان هو داخل يدفع فلوس في حاجه هو مش حابب يدفع فيها فلوس. يعني لو قلت لك هات 1000 جنيه تجيب بنطلون جينز هتبقى مبسوط، تمام. لكن لو قلت لك ادفع جنيه في حبايه باي الكوفان ولا حاجه هتبقى متضايق، ما تحبش تدفع في الدواء فلوس. فهو متضايق انه بيدفع فلوس في حاجه مش حابب يدفع فيها. الحاجه الثانيه ان هو مريض او حد من اهله مريض، فهو مش فايق او مشغول بقى خلاص يعني. فهو الطبيعي انه داخل متضايق. فانت وظيفتك بقى ان انت ما تطلعش عقدك عليه، يعني انت لازم وظيفتك تمتص ده. فاحنا الناس اللي في الاستقبال، دكاتره العنايه المركزه، التمريض، احنا كلنا وظيفتنا ان احنا نتعامل مع الناس المتضايقه، بخلاف مثلا دكتور التجميل الفيلر والبوتوكس وبتاع. هو انت ما فيش داعي انك داخله تعملي بوتوكس وانت متضايقه، يعني هو ده مش داعي خالص. الاصل انك داخله مبسوطه. انا داخل ماكدونالد، الاصل ان انا داخل مبسوط، ما ينفعش ان انا ابقى داخل فانت بيبقى عندك السكيلز دي كلها، ان انت تتعامل مع الناس، ان انت تبقى موتيفيتد، ان انت ديفلوب يور سيلف، تتعلم وتطور النوليدج عندك بشكل كبير. زي ما قلنا الصيدلي زمان كان بيتعامل مع الادويه بس، فكان حدود التعليم بتاعته محدوده شويه،
على قد شويه الادويه اللي عنده في الصيدليه. دلوقتي الدنيا بقت واسعه، كان اكتر صيدلي بشوفه بيذاكر كان بيجيب كتاب المعادله الكنديه ويذاكر فيه اللي هو الكومبريهنسيف فارماسي ريفيو ده. دلوقتي بقت الدنيا مفتوحه جدا، في اماكن كتيره جدا تقدر تتعلم منها وتتعلم بشكل كبير جدا وفور فري. الصيدليه بقت مفتوحه زي ما قلت لكم، المريض بيسال على حاجات كتيره جدا، فانت عندك بحر كبير من النولج لازم تدخل فيه وتتعلم فيه. والصيدلي بيتطور، والكلام ده مش بره بس، هنا حتى في مصر وفي العالم العربي كله. زي ما قلت لكم انا نفسي اشتغلت كدايابيتك فارماسيست، وانا اشتغلت كونسلتنت فارماسيست. بس هل نقدر يعني نقول ان يعني ممكن بره مصر سابقين في الموضوع ده شويه؟ بنسبه كبيره بس بدا في مصر الاتيتيود ده يبان، لان ناس كتيره بدات ترجع. وزي ما انا نزلت وعايز I want to transfer my experience، والناس كتيره جدا رجعت عايزه برضو تترانسفير الاكسبيرينس دي، وبداوا يعملوا حاجات كتيره جدا. يعني دلوقتي انا برضو دكتور آسر معاكم في التيم معايا، بخليه يشتغل على السوشيال ميديا. فانا اول حاجه اتكلمت معاه فيها، قلت له شغلك محدش يقدر يعمله غيرك، لكن شغل غيرك انت تقدر تعمله. يعني لو انت اتعلمت كويس في مجال الماركتنج بما ان انت انترستد بيه، انت تقدر تبراند او تماركت لبي ام دبليو او بيبسي او اي حاجه، لان انت لو انت حابب مجال الماركتنج محدش يقدر يعمل ماركتنج الدواء الا صيدلي فاهم في الماركتنج زيك، فانت تقدر تشتغل ده. فدلوقتي بقى في صيادله كتير يقدروا بيتخصصوا ماركتنج. انا في دكتوره اللي كانت معايا مديره للصيدليه حابه جدا ودارسه MBA ومهتمه بمجال الماركتنج، وكانت اشتغلت في شركه ماركتنج للشركات اللي بتعمل جرافيك ديزاينز واللي هي الفيديوهات الايموشنز دي والحاجات اللي هي المتحركه دي اللي هي بتبقى توعويه لشركات المالتي ناشونال. فهي لازم تترانسفير الاكسبيرينس دي لحاجات للساينتفك نوليدج وتربطها مع بعضها وتطلع المنتج النهائي اللي هيعمل اديوكيشن للناس. فما حدش عادي يقدر يعمل الكلام، تمام؟ لازم صيدلي حد ماسك الناحيتين. ايوه، لكن هو حقيقي، لكن هو يقدر يعمل لاي حد تاني. انا اعرف واحد تريننج مانجر كويس جدا قعد في احد السلاسل السعوديه تريننج مانجر لفتره طويله جدا، وساب الشركه بعد بيج اكسبيرينس في التريننج، سابها وراح مسك ترينر في شركه بيبسي السعوديه. تمام؟ ليه؟ لان هو يقدر يترين التيم على السكيلز والكوميونيكيشن سكيلز، لكن محدش يقدر يجي من بيبسي يمرن الصيادله. اكيد. فده عشان كده بقول له انت مختلف. فمجالات الصيدله كبيره، انت تقدر تشتغل شغلانات كتيره تانية based on your knowledge، لكن التانيين ما يقدروش يشتغلوا زيك. بس انت لازم تبقى شايف النقطه دي، فده سيلف موتيفيشن ليك. طيب دلوقتي انا زي ما حضرتك قلت حاجات كتير بالنسبه لي كصيدلي عايز اخش الكوميونتي فارماسي، سواء وانا طالب او سواء وانا خارج. ازاي اتمرن في الصيدليه؟ المشكله في الصيدليه في التمرين ان الناس عاوز ادخل الصيدليه على طول اتعامل مع المريض، وده غلط. انت ما ينفعش. انت اول حاجه تبص بالعين، بس تتعلم بالعين، تشوف بعينيك، تشوف المكان، تكتشف الترتيب. يعني ايه اقراص، يعني ايه درج الاقراص، يعني ايه درج المحاليل، يعني ايه درج الحقن. نظره، ما تستعجلش خالص. خد وقتك، انت معاك 5 سنين، يعني انت براحتك خالص. ما تستعجلش. ما تستعجلش خالص. اول حاجه تشوف كده. تاني حاجه ان انت تبدا تحفظ الاسماء. انا كنت لسه بذاكر من كام يوم تعلم الكبار والفرق بين تعلم الكبار وتعلم الاطفال، وايه يعني نقطه فيها ديتيلز كده في التريننج، وفي يعني زي نظام كده لتعليم الكبار. انت عايز توصل من تعليم الكبار لايه؟ فاول حاجه بيتعلمها ان هو الحفظ بس، وده اللي هو ما هو الميكانيزم اوف سودوفيدرين، فانت تجاوب بس. بعد كده ان انت ازاي تفهم المعلومه، بعد كده ازاي تابلاي المعلومه، ده النقطه الثالثه. بعد كده ازاي انت بنفسك تحل مشاكل لو جت عليك، ما يبقاش مربوط بالحفظ بس.
بعد كده اخر مرحله ان انت ازاي ازاي بقى انت تبقى كرييتيف وتعمل يعني الاكسبيرينس بتاعتك بقى. الناس عايزه توصل للاخير مره واحده، لا فانت لازم تمر على المراحل دي كلها. اول حاجه الحفظ، تحفظ الصيدليه صم. دايما بقول للصيدلي احفظ شكل علبه الدواء اكتر من الدواء نفسه. شكل علبه الدواء، شكلها، الوانها، احفظ شكلها، احفظ سعرها، احفظ دايما الكلام اللي مكتوب على العلبه. تمام. وانا بطلع ازيثروماكس دايما عيني بتقع على الازيثرومايسين، وافتكر ان الازيثرومايسين ده ماكرولايد انتيبيوتيك، والانتيبيوتيك ده بيعمل 1 2 3 والسايد افكتس بتاعته كذا، والمفروض ان انا اقول للمريض 1 2 3. طب انا حافظ ان الازيثروماكس ده فيه ازيثرومايسين، لا برضه بص عليه هتلاقي الداتا عماله اوتوماتيك بقت باي ديفولت لوحدها. فانت اول حاجه الحفظ، تحفظ ما تستعجلش خالص. احفظ الصيدليه صم، اسماء بس، ما تتعاملش مع المريض خالص، احفظ بس. حفظتها تمام مره واثنين وثلاثه، كل واحد بقى وطريقته، بالكراسه، بان انت تكمبير الادويه ببعضها، انك تجيب المولكيول وتشوف الشركات بتاعته، كل واحد وطريقته، انك تاخدهم رف رف، انك تبدا انك تحفظ من خلال الروشتات ايا كان. ثم بعد كده تبدا تفهم، وده المرحله اللي بتاخدها بعد ما تبدا تاخد فارماكولوجي في الكليه. تبدا تفهم ايه ده، في سودوفيدرين ده بيشتغل بالطريقه الفلانيه، ده كذا كذا. تبدا تفهم، بعد كده تبدا خلاص حفظت وفهمت، تبدا تابلاي، تشوف الدكتور بيعمل ايه وتعمل. تبدا تستاذن انك تساعد الدكتور، تبدا تحضر الدواء، تبدا تتعامل مع المريض تمام تحت سوبرفيجن الدكتور. ده بقى الابلكيشن. بعد كده خلاص انت بقيت ماتيور انف، تبدا مرحله ان انت ايه، تبدا بقى ايه تحل المشاكل بنفسك، تبدا تشوف تربط الامور ببعضها، تبدا تربط الضغط بالبرد بالقلب بالمغص بالصداع بالاسهال بالكلام من ده بالريفير. تبدا تربط الدايره كلها ببعضها، كل معلومات حاضره في ذهنك كده. هو انت هي بتبقى شبكه مربوطه ببعضها، هي بتبقى شبكه مربوطه ببعضها. تمام. بعد كده تبدا تبقى بقى كرييتيف بقى، تبدا ان انت تحل الدنيا دي كلها مع بعضها، وتبدا ان انت تكتشف او تبقى كرييتيف في المكان اللي انت فيه. نقطه بقى بعد الصيدليه، بعد التخرج، اذا انت ما عملتش ده هتضطر ان انت تقعد فتره تعيد بقى تعيد الكلام ده من اول وجديد. طيب انا عملت كل ده، بتبدا بقى المتطلبات السوق بتحتم عليك ان انت تتعلم حاجات جديده. انت دلوقتي بقيت ماسك مدير صيدليه، فعايز تتعلم في الاداره، عايز تتعلم في المشتريات، عايز فدي نقطه التدريب في الصيدليه. كويس. انا بعد بقى ما خلصت تدريب والحمد لله بقيت واقف في الصيدليه، بقيت الحمد لله مالي الشيفت كويس الحمد لله. هل انا اخري شيفت مانجر يعني؟ طب ماذا بعد شيفت مانجر 3-4 سنين هروح فين؟ الكارير بقى في بتاع سقف الصيدليه، اتطور في ايه، اوصل لايه؟ كويس جدا. ده اللي احنا كنا بنقول عليه، ان الصيدله دلوقتي غير زمان. الناس زمان كانت الصيدليه هي صيدليه بس، دلوقتي بقى في اكسبانشن كبير جدا في مجال الكوميونتي فارماسي، بقى في ناس كتيره جدا بتتطور في كل مجالات الصيدله. يعني دلوقتي بقى في سلاسل كتيره جدا، فبقى الناس بتترقى لشيفت مانجر، بعد كده اريا مانجر لو هو حابب التسلسل الاداري، بعد كده ممكن حتى يمسك مدير منطقه او ممكن مدير الشركه كلها. تمام. وانا طبعا كل السلاسل وكل الشركات اللي انت شايفها ما هم مدراءها صيادله، ما هم كانوا صيادله كاونتر في الاول. تمام. في ناس كتير جدا انترستد بمجال المشتريات، فبقوا بيدرسوا سبلاي تشين مانجمنت او بيمسكوا مستودعات الشركات دي مدراءها صيادله، او في ناس بيذاكروا مشتريات وبيبداوا يدخلوا في مجال المشتريات وياخدوا الباث واي ده. في دلوقتي بقى جديد طالع الكاتيجوري مانجرز، ناس بتدرس يعني احنا دلوقتي عندنا الصيدليه زي ما قلنا لا كاتيجوري مانجرز. يعني انا دلوقتي مثلا عندنا في الصيدليه سيكشن الادويه، سيكشن الكوزموسيتكس، سيكشن البيبي، سيكشن الديفايسز، سيكشن بقى انت بتدخل، انا متخصص في الديفايسز في الصيدليه، فببدا اعمل التعاقدات مع شركات الديفايسز، ببدا ان انا اتواصل مع الشركات بره علشان ادخل الديفايسز عندنا في التشين بتاعتنا او في المجموعه بتاعتنا او في الكلام من. ببدا ادي تريننج للصيادله على الديفايسز، ببدا احلل مبيعات الديفايسز، ببدا احط بلانز
لتطوير مبيعات الديفايسز. كده مدير سيكشن ماسك مدير السكشن ده في السلسله دي، ما انت مش هتدخل ده. لا حاليا موجود على الكوزماتكس تقريبا صح؟ موجود في كل حاجه. انا ليا اشهر حاجه انا اعرف صيادله كتير جدا كاتيجوري مانجرز بره مصر، وبدا المجال ده يتطبق جوه مصر. تمام، بدا المجال ده ياخد حيز كبير جدا. في صيادله بيبي فارماسيست، بيبي سيكشن فارماسيست، كوزموسيوتيكالز فارماسيست، ديفايسز فارماسيست، ميديسين. وبقى الميديسين كلاسيفايد، في واحد متخصص في الكرونيك ديزيزز بس بيحط بلان ازاي يطور الكرونيك ميديكيشنز جوه الصيدليه، السيلز بتاعت الكرونيك ميديكيشن. كل دول كانوا صيادله كاونتر الاول، ما يقدرش يمسك ده الا لما يقف الاول يتعامل مع الجمهور. فانت عايز تطور، فما عادش صيدلي اخرك شيفت مانجر الا لو انت عايز تبقى اخرك شيفت مانجر، لو انت واقف مكانك بس. زي ما نضرب مثال برضو دكتور آسر اللي معانا، هو انترستد بمجال الجرافيك ديزايننج ومجال الماركتنج وكده، فهو ما يقدرش يطور السوشيال ميديا بتاعت المجموعه او بتاعت الصيدليات الا لما يقف على الكاونتر الاول، يعرف الكاستمر بيهيفير ماشي ازاي، يعرف الناس بتفكر ازاي، يعرف الناس بتسال في ايه علشان يماركت للكلام ده. تمام. فانت ما عادش اخرك صيدلي مجتمع بس، لا، الا لو انت واقف في صيدليه هي صيدليه بس. انا احد الزملاء معايا في اللي شغال معايا في الصيدليات شيفت مانجر، انا مسكته بقى مدير مشتريات للصيدليات. تمام، بيغلط ويعلمه وهكذا 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 لحد ما ربنا يكرمه بعد الاكسبيرينس. انا بقول لكل واحد، انا عارف انت مش هتشتغل معايا طول العمر، بس انا عايزك بعد ما تسيبني تقول ربنا يكرمك يا دكتور مؤمن انت علمتني حاجه. بقى خد اكسبيرينس كبيره في المشتريات، يقدر يقدم في السي في بتاعه في اي مجموعه اكبر او في مكان تاني، شركه تانية او شركه تانية او حتى مكان تاني، ان انا عندي اكسبيرينس في المشتريات كذا، ياخد بالمرتب اللي هو عاوزه وياخد ده. فانت مش كوميونتي فارماسيست بس، لا زمان كان كده، لانها كانت كل الدنيا صيدليات فرديه، هي صيدليه وبس. دلوقتي بقت تكتلات كبيره جدا، يعني مش عايزين نضرب امثله، مثلا سلسله صيدليات اكس بتقول انا بقى فيها مانجمنت بقى ايوه تدرج وظيفي، ايوه تدرج وظيفي ومدير منطقه وسيلز مانجر، كل دول ما ينفعش الا ان هم كانوا بادئين كاونتر فارماسيست. ففي تسلسل في تسلسل في حاجات كتيره جدا، لكن انت مش عايز تشوفها لان انت حاسس ان انت اخرك هنا. لا انت ما تحصرش نفسك بس خالص. انا زي ما بقول لحضرتك، ايوه انا زي ما بقول لحضرتك، انا كنت بادئ كوميونتي فارماسيست وما زلت الى الان اسعد يوم في حياتي لما بقف على الكاونتر. انا بحب جدا اقف على الكاونتر، ماشي، بس تقف على الكاونتر تمام. وبعد كده اتدرجت وظيفيا، بقيت كونسلتنت فارماسيست، بقيت دايابيتك فارماسيست، بعد كده بقيت ترينر فارماسيست، بقيت رئيس قسم تدريب في بعض الشركات، وهكذا وهكذا وهكذا. فلا انت حاسس ان انت اخرك هنا، هتقف هنا. انا كان صيدلي زميلي احد شركات التوزيع الكبرى، يعني كان معايا في الجيش، كنا بنقول عليه يعني ده مش هينفع في اي حاجه. اشتغل كوميونتي فارماسيست فتره، بعد كده دخل في شركه توزيع بقى كول سنتر مانجر، بعد كده بقى مدير منطقه اسكندريه كلها، بقى مدير منطقه اسكندريه والبحيره. دلوقتي ما شاء الله تبارك الله هو ماسك نص الجمهوريه في شركه التوزيع، وهو اللي بيحط البلان للشركه وليه شنه ورنه. واحد الشركات كانوا عارضين عليه انه يترانسفير الاكسبيرينس بتاعته علشان عايزين يعملوا بروجكت جديد ما حدش بيعرف يعمله غيره. تمام، وحاطين له شيك مفتوح اكتب المرتب اللي انت عاوزه ان شاء الله. هي المشكله ان احنا لا هي المشكله ان الصيدلي بيكمبير نفسه بيحط نفسه في مقارنه غير عادله. يعني ايه بيحط نفسه؟ انا لسه صيدلي خريج 2022 او 2023، بقول شوف الدكتور يا اخي ده، شوف استشاري قد الدنيا وواقف عنده طوابير، انت بتقارن نفسك بايه؟ ده عنده كام سنه وكام سنه اكسبيرينس، واشتغل على نفسه قد ايه عشان يوصل للليفل ده. صح. قارن نفسك بزميلك اللي في طب في نفس السنه بعد 5 سنين هو اشتغل على نفسه ازاي وانت اشتغلت على نفسك ازاي. تمام، وانت وصلت فين هو وصل فين. مش لازم تكون انت احسن هو احسن، بس انت خدت البصمه بتاعك، بس انت اتطورت. بس طب انا بعد 5 سنين انا زي ما انا واقف ورا الكاونتر. لا، هو انت واقف ورا الكاونتر عشان انت عايز تقف، انت عايز كده، وان كان واقف ورا الكاونتر مش وحشه،
بس انت لازم انت عايز كده، انت حابب كده، تقف كده. لا عشان انت مش عايزها وفي نفس الوقت ما بتسعاش انك تطور، ما بتسعاش. طيب فده هياخدنا لمجال تاني، انا اطور نفسي في ايه؟ انا ما اقدرش كتير جدا. انا ما اقدرش اقول لك انت تطور نفسك في ايه، انت حابب ايه؟ التجربه كلها هيبقى انت عايز ايه؟ طب انا ادرس MBA ولا بورد ولا ماجستير؟ انت عايز توصل لفين علشان اقول لك الباث واي بتاعه، ما عارف ازاي اوصل لفين. بس ما تجيش تقول ده سؤال كبير قوي، صعب قوي. عايز اوصل لفين؟ انت عايز توصل لفين؟ يعني ما تجيش تقول مش عارف اوصل. ايوه مش عارف اوصل لفين لان انا مش عارف انا عايز اروح فين. انت ما تجيش تركب قطر الصعيد. ايوه ما تجيش تركب قطر الصعيد يعني انا مثلا وقت ما درست الاونلاين البورد والحاجات الساينتفك والتي والكلام ده، طب ما انا كان قدامي برضو ادرس اونلاين MBA مثلا، او ادرس في السعوديه حتى في بعض الاكاديميز هناك MBA ماستر اوف بزنس ادمنستريشن، بس انا مش حابب الباثوي ده في الوقت ده. انا مش عايز اوصل ان انا ابقى مدير اداري في صيدليات او ابقى برشيزر، انا حابب مجال التدريب، فانا لازم اخد الناحيه الساينتفك وناحيه التريننج والكلام ده. تمام؟ فانت ما تجيش تقول لي ده انا اشتغلت على نفسي ودرست MBA ومع ذلك ما بقتش ترينر. ايوه مش طريقه مش طريقه اصلا. تمام؟ انا خدت البورد الامريكي وخدت ماجستير فارماكولوجي وخدت دكتوراه ومع ذلك الى الان زي ما انا مش عارف، مش عايزين يعينوني ليه مدير مبيعات الشركه. يا ابني مبيعات ايه علاقتها لازم الانسان يبقى قاعد فاهم هو عايز يعمل ايه. انت عايز توصل لفين مبدئي حتى عشان تاخد الباثوي بتاعه. انت عايز توصل لفين عشان تاخد الباثوي بتاعه. انت احد الزملاء بتصل بيا من كام يوم بتقول لي انا مش عارف ادرس ايه، ماستر ولا انت عايزه توصل فين؟ قالت مش عارف، انا عايزه ابقى اي حاجه كويسه وخلاص. لا قلت لها ده غلط. هو التاسك دلوقتي انك تعرفي انا عايزه ابقى ايه. السؤال اللي الشركات بتساله في الانترفيوز دايما وان كان سخيف بس هو انت لازم تساله لنفسك، ما تستناش حد يساله. انت شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ ده سؤال بجد، انت شايف نفسك فين؟ انت عايز بلان في دماغك حتى مكان عايز توصل له بعد 5 سنين، شايف نفسك فين؟ وده السؤال، اجابه السؤال اللي حضرتك سالته لي في الاول، انت ليه نزلت مصر؟ عشان اقول لك انا شايف نفسي بعد 5 سنين منزل مصر هنا. تمام؟ بس فانا كل ده اي بيلد ماي اكسبيرينس، كل ده بذاكر، بدرس نوليدج، بدرس تدريب، بادي اكتيفيتيز علشان اخد منها خبره، بتعاقد مع شركات كده عشان اشوف نفسي بعد 5 سنين في مكان فلاني. فانت عايز توصل لفين؟ لازم هدفك يبقى بس فانت لما توصل لسن الاستشاري ده، لو انت وصلت لسنه رغم ان انت اشتغلت على نفسك في الدايركشن اللي انت عايزه، في الباثوي اللي انت ماشي فيه، وتلاقي نفسك ما وصلتش لبوزيشن يعادله او احسن كمان، ساعتها تقول الشغلانه مش كويسه. لكن انت ما عملتش كده. انت قاعد مكانك وتقول ده هو احسن مني. طب لو حد بقى عايز ياخد باثوي السفر، حد عايز يسافر بقى يشتغل بره، ايه الحاجه المفروض يعملها كويس؟ ياخد في باله ايه؟ ده سؤال جيد، ده سؤال عمليه كده، ده سؤال جيد وغلط في نفس الوقت. سؤال صح وغلط. سؤال عام. سؤال صح وغلط. هل السفر تارجت ليك؟ يعني مثلا يعني وماذا بعد سافرت؟ عايش هناك، وبعدين هتبقى ايه هناك؟ ابقى ناجح هناك. ناجح في ايه بقى؟ في اي حاجه. شفت بقى؟ هي دي ناجح في الايه؟ في ولا حاجه. حاليا ان هو بس الشباب عايز تطلع يعني بعد ما يسافر شايف نفسك شوف بره بلاح. لا شفت ايوه ده مش طريقه. هنتصرف هناك. انا احد الزملاء كان معايا كان مسافر لسبب. تمام؟ ليه؟ لان هو كان حلم حياته انه ياخد ماجستير ودكتوراه من بره، مش معاه فلوس. تمام؟ جه يسافر معانا سنه سنتين، هو سافر متارجت ان انا اجمع مبلغ علشان اخد بيه ماجستير من بريطانيا. سافر جمع المبلغ. تمام؟ اول ما مسك المبلغ طلع على بريطانيا. تمام؟ هو كان بطل الجمهوريه في الجودو، فده عمل اكتيفيتيز في الجامعه هناك، فخفضت عليه كمان المصاريف، فهو شغال عارف هو رايح فين. تمام؟ وقالوا له لو جبت سكور معين في الماجستير هتاخد منحه الدكتوراه فري. خد وجاب السكور وبقى بطل الجامعه، وسفروه استراليا على حسابهم، خد الدكتوراه من هناك. ما شاء الله. تمام؟ هو ده السؤال اللي مسؤولك، انت عايز ايه؟ طيب انا عايز اسافر بعد كده اشوف واحد زميلي تاني برضه عايز يسافر عشان يجمع مبلغ عشان يهاجر لكندا. وعايز يهاجر كندا ليه برضه؟ عشان برضه يشتغل كوميونتي فارماسيست ولا
برضه سافر كندا عشان يبقى كلينيكال فارماسيست هناك. راح وسافر وخد الماستر من هناك، ودلوقتي ما شاء الله تبارك الله تقريبا رئيس قسم صيدله كلينيكيه هناك. انت عايز تسافر ليه؟ تمام، عايز تسافر عشان اتجوز اتجوز واجيب شقه وعربيه وتمام، ده تارجتك في الحياه، اوكي ده سهل انك تعمل. تمام، طيب عايز اسافر، اي شركه علشان تسفرك هتسالك على الثلاث او هتختبرك في الثلاث حاجات اللي انا قلت لك عليهم في ظل نوليدج وسكيلز واتيتيود. نوليدج والاكسبيرينس بتاعتك والسكسس ستوريز اللي انت عملتها في مصر في صيدليتك ككوميونتي فارماسيست، اللي يخليني اخدك من الاخر. انا قدامي 1000 صيدلي، انا واخدك علشان انا عايز ارفع الصيدليه دي من اكس لاكس بلس 2. انت بتعرف تعمل كده؟ بعرف. تعرف تعمل ازاي؟ احكي لي بقى، اديني اثبات. احكي لي. فعلشان كده بقول لك انت لازم تعمل سكسس ستوريز هنا. انا بشوف صيادله بيجوا لي في الانترفيوهات، لان انا طبعا لما بدي تدريب في شركات كتيره بتطلب مني ان انا اختار صيادله علشان اسفرهم. تمام، ده بيبقى جزء من البرنامج التدريبي ان انا اختارهم بعد كده مرنهم ويسافروا. بشوف صيادله ما شاء الله تبارك الله عتاوله، صيادله وحوش ما شاء الله تبارك الله. سيبك من الكلام الناس اللي بتكتب على السوشيال، بشوف صيادله ممتازه. انت يا ابني عملت ايه؟ بيقول لي انا كنت واخد الصيدليه مثلا بتبيع ب 3000 و4000 في اليوم، وصلتها بتعمل 12 و15000 في اليوم. ازاي؟ عملت. خد بالك اللي بيكذب بيبان. فلان انا مش هيرد، لان انا هساله طب انت لان اللي انت عملته ده احنا عملناه قبلك كتير، فانا بساله في التاكتكس الصغيره. طب دي عملتها ازاي وحلتها ازاي لما وقفت فيها؟ الاقيه يقول لي عملت كذا وكذا. طب وكذا. ففي صيادله لا بيوقفوا صيدليات وبيغلط وينجح وبيقوموا فروع. بقول له تعالى لي بسرعه. انا دخل لي صيدلي في الانترفيو بيعمل، كان بيقف في صيدليه بتبيع ب 100,000 جنيه في اليوم، ورفضته. تمام، ودخل لي صيدلي في صيدليه فرديه عاديه جدا، قلت له تعالى لي انا عايزك بسرعه. تمام، ايه الفرق؟ ده كان واخد الصيدليه بتعمل 2000 أو 3 في اليوم، عمل 3 أو 4 دبل السيلز، اشتغل على نفسه، بدا يطور في المبيعات، بدا يحط بلانز، بدا يطور الفريق معاه رغم انه لسه جديد. اشتغل على نفسه بشكل كبير، 2 عمل فيهم صيدليه. تمام، والولد دماغه كويسه جدا، او الدكتور، انا اسف على كلمه الولد، دكتور صيدلي ممتاز يعني رائع. الثاني كان بيقف في صيدليه بتعمل 100,000، صيدليه بدون سيستم اصلا، الدكتور شغال بالبلدي بالكتابه. تمام، ممنوع تتعامل مع المريض غير ان انت هات بنادول خد بنادول، هات كونكور خد كونكور، بس ما بتعملش اي حاجه غير كده. ايه الادد فاليو اللي انت بتعملها في المكان؟ ما بعملش ادد فاليو خالص. هو الدكتور منعنا ان احنا نعمل اي حاجه غير ان احنا نلبي طلبات العميل. شكرا جزيلا، وخليك مكانك. عايز تسافر ديفلوب يور سيلف في النوليدج والسكيلز والاتيتيود، ابدا اعمل سكسس ستوريز قويه في المكان اللي انت شغال فيه. تمام، بعد كده تبدا تاخد الباثوي بتاعه. عايز تسافر فين؟ تسافر السعوديه لها الباثوي بتاعتها، بتاخد البرومتريك السعودي وتبدا تبحث في السلاسل السعوديه. عايز تسافر الامارات، بتبدا تاخد الاختبارات بتاعتهم وتشوف سواء فيزا حره او اللي هي فيزا السياحه او الكلام ده. عايز تسافر قطر، عاوز تسافر المانيا لها باثوي تاني، عايز تسافر كندا لها باثوي ثالث. كل مكان بتبدا تبحث في الباثوي بتاعه. طيب دلوقتي انا كطالب لو نزلت بدات اتمرن زي ما قلت وكده، ولكن للاسف كانت تجربتي في الاول مثلا سيئه، المكان ما كانش افضل حاجه بالنسبه لي مثلا، او الكرو ما كانش الطف حاجه معايا. فانا ايه اللي يصبرني على الموضوع؟ يعني مثلا انا بحب المجال وعايز اكمل فيه، بس حاسس انه بقى الصدمه الاولى فيرست امبريشن كان وحش. انا اصبر ليه؟ طيب انا اصبر ليه؟ اصبر علشان انا حابب المجال. يعني لو انت خلينا نضرب مثال كده بسيط. لو انت حابب لو انت حابب زميلتك في الكليه، تمام، واول ما رحت تخطبها ابوها قال لك انت يا ابني جاي تعمل ايه؟ انت مرفوض، هتدبرس وبتاع ولا ويل تراي جيم، او هشوف ايه طلباتهم واشتغل على نفسي واعملها علشان انا حاببها. بس ده الموتيفيشن. بس انا قلت لك في الاول هو البيرسونال موتيفيشن، انا حابب ده. وخد بالك اي مجال في الدنيا لازم فيه عقبات، واي مجال في الدنيا لازم هتلاقي سيء كتير، والسيء اكتر من الحلو، ده في كل المجالات. تمام، انا اتذكر اول اسسمنت عملوه اللي كانوا عايزين تريننج مانجر او ترينر يعني، فمديري وقتها كان مش احسن حاجه معايا وما كانش بيثق في قدراتي خالص، ودخل لي وقال لي ايه ده انت عايز تبقى ترينر مش شبهك الشغلانه دي، وبعدين انت مش هتنفع. فطبعا وده غلط،
ولو الاداره كانت عرفت كده كانت ممكن تجازيه بشكل كبير فيها. ما ينفعش تقول لصيدلي كده. بس هو عمل كده معايا، ما اعرفش ليه يعني. فناس كتيره كان قال لها كده، ف جابوا ورا على طول او دخلوا وهم ديبريست، تتهز برضه. وده الطبيعي. فانا قلت له يعني انا ما ينفعش في الشغلانه دي. قال لي او مش هتنفع او مش هتباص. بس هو حب يعدل الامور، فقال لي بس يعني يو كان تراي حتى تجرب وممكن تستفيد من التجربه. فقلت له طيب انا هدخل وهباص للسكند انترفيو وهعمل سكور انت هتنبهر منه. فضحك بالسخريه كده وقال لي ورينا يا عم نفسك وبتاع وكلام من ده. قلت له ماشي. دخلت الانترفيو، كنا تقريبا مقدمين حوالي 200 واحد او كده. لقيته بعد الانترفيو هو اللي متصل بيا بيقول لي ايه العظمه اللي انت عملتها جوه دي. قلت له بجد وصلك الفيدباك؟ قال لي وقتي وانت جوه الناس منبهره جدا. ايه ده اللي انت عملته ده؟ قال لي على فكره انا من اول يوم مؤمن بيك. قلت له انا فاكر جدا انا فاكر جدا تشجيعك ليا، ولولا تشجيعك ليا انا ما كنتش نجحت. وبالفعل اتصعدت من ضمن 10. لم يحالفني الحظ في المره الثانيه ان انا اتصعد لبعض الاسباب يعني بيرسونال يعني، فما حصلتش. بس يعني المهم التجربه كانت فده هتشوفه كتير جدا. هتشوف الصيدلي اللي بيخليك المساعد يعلم عليك، هتشوف الصيدلي اللي بيحتقرك، هتشوف الصيدلي اللي مش كويس. تمام. مش عايز اضرب مثال بدكتور آسر، بس برضه دكتور آسر اسالوه كان شغال في صيدليه قبلي، كان مش احسن حاجه وكان نفسيا مش كويس. دلوقتي اي ثينك ان هو بيقول ان هو مبسوط معايا. هو بيقول ان هو مبسوط معايا. بيقول لنا برضه انا بيقول. فهو لو كان دبرس من اول مره وساب الشغل او ساب التدريب او ساب المجال، لا فهو ده الطبيعي اصلا. ان الاغلبيه ان هم هيكونوا مش كويسين. فاكبر موتيف ليك هو انت لحد ما اوصل للي انا عايزه. صح. حلقه تقيله. واحنا راجع اتفقنا مره ثانيه بالكوميونتي فارماسي، حسينا ان هي فعلا يجي منها يعني. انا هسيب الجرافيك ديزاين نرجع تاني. لا هي هو الجرافيك ديزاين اللي انت هتعمله في الصيدله غيرك مش عارف يعمله، لكن انت تعرف تعمل لغيرك كتير. فدايما شوف نفسك انت مختلف فعلا. انت مختلف لان شغلانه الصيدله داخله في مجالات كتيره، فانت صح. فعلا مختلف. بس الفكره ان انت لازم تبقى شايف نفسك مختلف ومالكش دعوه باي كلام حواليك. دي خلاصه الحلقه. فاعرفوا يقولوا سكيلز وطوروها واربطوها بمجال الصيدله ب5 سنين بتوع الكليه، وقولوا لنا رايكم في الحلقه. دي كانت نهايه الحلقه بتاعت النهارده. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده. ما تنسوش السبسكرايب واللايك بقى وزر الجرس والحاجات دي. ما تنسوش طبعا تشيروا الحلقه مع اصحابكم عشان كلنا نستفيد بيها، وتعملوا لنا فولو على فيسبوك انستجرام والبيجز الفارماكاست كلها عشان تتابعوا اخبارنا اول باول. ونشكر دكتور مؤمن جدا جدا ان هو ساكت ليك. الله يكرمك. شكرا. انتظرونا ان شاء الله في الحلقه الجايه. شكرا جدا.